فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل أعلى درجات القوة. في أعلى درجات القوة جاءه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. قال: لم؟ قال: بهذا الفيء الذي أعطيته للمؤلفة قلوبهم ولم تعطي الأنصار منه شيئا. فقال: يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال: والله ما أنا إلا من قومي. يعني هو غضبان أيضا. فقال: اجمع لي قومك. والله قال كلام صدق ولا أبالغ يذيب الصخر. قال: أما بعد، مقالة بلغتني عنكم وجدة، يعني حزن، وجدتموها علي في أنفسكم في شأن هذا الفيء الذي أعطيته لغيركم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم. الآن بعد معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. قال: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك. يا الله، ذكرهم بفضلهم عليه وهو في أعلى درجات القوة. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. يعني أي إنسان قوي إذا في فئة اعترضت عليه يسحقها، يلغي وجودها أحيانا. يا ترى هذه القصة تدرج مع حكمته أم مع رحمته أم مع تواضعه أم مع وفائه؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده يحبها كثيرا، لعله يبقى بها. فلما بلغه قلقهم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ما تخلى عنهم أبدا. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما. في العين سلام، في القلب كلام، بنوركم تحلو الأيام يا عيني، بنوركم تحلو
الأيام. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. الشوق قد زاد القلب حنينا، ولقاؤكم لو يوما يشفينا. قلبي يرتاح، همي ينزاح، بوجودكم تحلو الأفراح. يا ليلي بوجودكم تحلو الأفراح. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد، والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. يا من أهدى لنا أهلا في دنيانا هم السلوى. أعز الناس في عيني وفي قلبي هم الأغلى. احفظ لنا أحباب